مساء الجمال والحلاوة والأطباق الجميلة اللي بتخرج من عندنا كل ساعة وكل يوم وأكتر مبيعات عندنا. ألف هنا وشفا على اللي هيستلم من عندنا الطبق الحلو ده. كنا اتكلمنا قبل كده عن الوظائف اللي احنا بنحتاجها في أي كيتشن. من ضمن الوظائف دي وأهمهم طبعا الشيف. طيب بالمناسبة دي بقى أحب أقول لكم على حاجة يا جماعة. المحشي ده من الأطباق اللي المفروض تبقى بأغلى تمن، لأن بصراحة كده ما بنلاقيش أي شيف محترف عايز يعمله أو يعرف يعمله. فإن أنا عشان ألاقي حد عنده صبر يقعد يعمل محشي ويظبطه ويطلعه بخلطة حلوة بريسيبي حلوة، ويقعد يحشي كده بمزاج وبروقان ويطلع لنا الأطباق اللي تفتح النفس دي، لا ده مش سهل. فما دام حاجة مش سهل إن أنا أطلعها كده، يبقى معلش يعني لازم تطلع لأعلى سعر. وفعلا بنلاقي صعوبة، مش كل الشيفات بتحب تعمل الطبق ده. وفي شيفات فعليا هم ما يعرفوش يعملوا، هم محترفين في حاجات تانية، محترفين في الحلويات، في الفرنش بيكري، محترفين في الأطباق الإيطاليان، حاجات الأطباق اللي بالبشاميل، لكن المحاشي هم مش محترفين فيها. ودي حاجة طبعا ما تعبهمش، بس فعلا بيبقى صعب نلاقي حد يعمل محاشي بريسبي كويسة، أو بمعنى أصح يلتزم بريسبي المطبخ بتاعنا، ويكون عنده صبر وطاقة إنه يقعد يعمل ده.